لما جرت الفتنة في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، يطعن فيها ويجتمع عليه الغوغاء من الناس، والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى لا يخلو زمان من أمثال هؤلاء. الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله. يحبون الغوغاء والتشويش، يحبون الكلام في ولاة الأمور، يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة. يوجد هذا في الناس، فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا تجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع.